تبعت صغيرة عمرها 1 سنة مصابة في قائمتها الأمامية رائحة مألوفة. وجدت جثة أمها في أسفل الجدار. كلما بقيت لمدة أطول زاد عليها الخطر. لكن يبدو أن الصغيرة مترددة في الرحيل. لطالما وجدت الأمان والراحة إلى جانب والدتها. الآن عليها شق طريقها بنفسها. ثم لاح تهديد جديد في الأفق. اشتمت الذئاب رائحتهما. من المؤكد أنه حان وقت المغادرة. الخوف وقائمتاها الخلفيتان القويتان دفعتاها بالرغم من قائمتها الأمامية المصابة إلى نقطة يمكنها فيها تقويم الوضع. الذئب كان قريبا جدا من الصغيرة، ولكنه غير قادر على الوصول إليها. تخلى بسرعة عن المعركة وحول انتباهه إلى الجثة القريبة منه. حتى ضمن عصابة الإخوة لدى الذئاب قواعد صارمة في التسلسل الهرمي. الذكر الأول يأكل أولا. سيأكل أخواه ولكن فقط بعد أن يشبع. تنتظر الصغيرة إلى أن ترحل الذئاب أخيرا. تحملت مصيبة ثانية تهدد حياتها، وهي تتحضر الآن لقضاء الليلة وحدها في الصحراء. ولكن العواصف تعصف بعيدا. الطقس السيء قادم قريبا. الحيوانات المحلية في أرض الوادي تواصل مساعيها الليلية. هناك أفعى سامة تنتظر جرذا شوكيا يتحضر للرعي في هواء الليل البارد. ستحصل الأفعى على وجبتها التي قد تكون الأخيرة. وصلت العصر. عادة ما تجلب المياه الحياة إلى هذا المكان، ولكن ليس الليلة. بحلول الفجر انتهى الطوفان. أسرت المياه المتدفقة الفئران الشوكية. وسدت طريق الوعلة الصغيرة إلى عائلتها.
سيكون عليها إيجاد طريق آخر إلى القمة. في مكان فيه 1000 طريقة للموت لا يمكنها تحمل اقتراف خطأ واحد. شقت طريقها بحذر عبر جدار الوادي. ثم يبدو أنها اكتشفت رائحة الوعول المألوفة على الأرض، ولكنها لم تحظى بترحيب حار. الوعول الكبيرة لا تتفاعل بسهولة مع الوعول الأصغر. تتقدم الصغيرة بشكل ودي، ولكنها غير مرحب بها هنا. عليها أن تكمل طريقها. أملها الوحيد هو في إيجاد قطيعها. في الليلة السابقة جفت الأمطار، وما كان نهرا متدفقا أصبح بحيرة صغيرة. أصبح الطريق مفتوحا للعودة إلى الوادي. ولكنها ليست وحدها. هناك ذئب وحيد يتجسس عليها من بعيد. عليها أن تسرع هذه المرة. أسرعت بخلق مسافة بينها وبين الحيوان المفترس. حصلت الصغيرة على فرصة أخرى. أوقع زلزال ضحية أخرى، وكانت وجبة سهلة للذئب الجائع. بعد هطول الأمطار استقر المنظر الطبيعي مجددا على إيقاعاته الطبيعية، وخصوصا بالنسبة إلى الوعول الصغيرة. أصبح الزلزال المخيف مجرد ذكرى قديمة بالنسبة إلى هذه الثعالب الصغيرة، ولكنها متأثرة لمنظر غريب في الأعالي. ثعلب صغير بمخالبه القوية. النسر الأم متجهة إلى عشها مع وجبة كبيرة. أكملت الصغيرة رحلتها، ويبدو أنها مصممة على العثور على طريق قطيعها. ينتظرها يوم مرهق آخر من التسلق. وأخيرا وصلت إلى حافة الوادي. مع انتهائها من المنحدر الأخير وجدت عائلتها في الأسفل. انطلقت عبر طريق مألوف جيدا. نحو موطنها. وتقدمت إلى الظلال الرحبة لشجرة الصمت التي عرفتها طوال حياتها. فاقتربت منها وعلة أخرى. تفاعلت بحذر، ولكن يبدو أنها قبلت عودة الوعلة إلى القطيع. بالنسبة إلى الوعول الصغيرة ينتظرها العديد من التحديات. قد لا تتمكن من العيش لتنشئ عائلتها،
يجب عدم اعتبار المستقبل هنا